مساء الخير عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، أرجوك ما تقلقش. طبعا للوهلة الأولى هتفكر إن أنا جاي أكلمك عن محتوى جنسي، بس الوضع هنا مختلف تماما. أنا جاي أكلم حضرتك النهاردة عن جريمة الابتزاز الإلكتروني. طبعا زي ما احنا عارفين إن أغلب ضحاياها بيكونوا من الجانب الأنثوي، وأكد مركز الإحصاء إن 15% بيبقوا من جانب الرجال. تعال بقى نسمع القصة من أولها، أرجوك ركز معايا. بص يا سيدي، جيلك على أكاونت الفيسبوك بتاعك طلب صداقة من بنوتة، ممكن تكون سايبة شعرها، عندها غمازة، حتى ميك اب خفيف. طبعا انت المشاعر اللي جوه حضرتك بدأت تتحرك ناحية البنت دي، وحسيت للوهلة الأولى إن حضرتك كاظم الساهر وبتغني لها أغنية حبيبتي حافية القدمين. بتبدأوا تتعرفوا على بعض وتتكلموا مع بعض طول اليوم، انت مليت الفراغ بتاعها وهي ملت الفراغ بتاعك. تبدأ البنوتة اللي انت اتعرفت عليها دي ان هي تعرف عن حضرتك كل حاجة، اسمك، سنك، وعنوانك، رقم تليفونك، كل حاجة انت ممكن تتخيلها. وطبعا يا سيدي بتبين لك ان هي بنت مكسورة والدنيا جت عليها وان هي شغالة، وتبدأ البنت دي ان هي تحرك المشاعر اللي جوه حضرتك اللي هي غريزتك. يعني تبدأ تقول لك انا نزلت اشتري كذا ونزلت اشتري كذا، طب ايه رأيك في ده؟ ايه رأيك في ده؟ طبعا المشاعر اللي جوه حضرتك اتحركت جدا وبقت عامل زي القط الذكر في موسم التزاوج. طبعا في النقطة دي انت بقت جاهز لحاجة واحدة بس، وهي مكالمة الفيديو. بعد يا سيدي ما تكلموا مكالمة الفيديو وتشوفها لأول مرة تلاقيها فعلا جميلة زي ما حضرتك كنت متخيلها بالظبط وراسمها في خيالك. تبدأ البنوتة دي ان هي تقول لك الدنيا حر جدا وانا مش طايقة الهدوم اللي لابساها، فتبدأ تخلع جزء من هدومها. طبعا وبما انك راجل ومستعد تعمل معايا اي حاجه، بتبدا تخلع انت كمان هدومك، وبنبقى يا سيدي كلنا في مولد سيدي العريان، انتوا الاتنين سلبوته. وبعد ما تقلع تلاقي واحد طلع من ورا البنت دي قال لك منور يا وحش، عامل ايه؟ اخبارك؟ احنا سجلنا المكالمه دي، عايزنا نذيع هنذيع، مش عايزنا نذيع مش هنذيع. طبعا لو مش عايزنا نذيع احنا محتاجين منك فلوس، حول لنا 10,000. ال10,000 بتجر 10,000 بتجر 10,000 لغايه ما تلاقي نفسك دافع مبالغ كبيره جدا من اجل ان الفيديو ده ما يتنشرش على مواقع التواصل الاجتماعي. لما البنت اتعرفت على حضرتك دخلت على الاكونت بتاعك وخدت اكونتات قرايبك واصحابك وكل ما تتخيله، فانت طبعا خايف على سمعتك وسطهم. ما انت اللي عملت في نفسك كده وانت اللي قررت تقلع. صديقي المستمع اللي بيحاول يقلع دلوقتي قدام مكالمه فيديو وبيكلم بنت، الموضوع مش سهل خالص، وناس كتيرة في مناصب عالية تعرضوا للابتزاز في الفترات اللي فاتت دي. أنا عارف إن ده ممكن يكون حصل بدون قصد منه أو غصب عنه. صديقي المستمع أرجوك ما تقلقش، تصبحوا على خير.